لن تصدق ماذا قال كول بالمر يفاجئ برشلونة بعد فوز تشيلسي على باريس سان جيرمان. في ليلة من ليالي المجد الإزرق، خرج كول بالمران النجم المتوج بجملة واحدة غيرت لو شارك برشلونة لكانت البطولة شيئا آخر تماما. تصريح لم يكن عابرا بل طلقت من قلب ملعب مثلي في الأمريكي، حيث توج تشيلسي بكأس العالم للأندية 2025 بعد انتصار منفجر على باريس بثلاثية نظيفة سجل منها بالمار ثنائية دخلت. وبينما كان الجميع ينتظر من بالمر يتحدث عن الإهداف وعن البطولة وعن الإنجاز، اختار النجم الإنجليزي الشاب أن يواجه بصلة حديثه نحو ناد لم يكن طرفا في الحدث، برشلونة. ماذا قال كول بالمر للصحفيين؟ لكن سأقول الحقيقة: غياب برشلونة عن هذه النسخ كأس العالم للأندية كان من حسن حظنا، ولو كانوا هنا لتغيرت الكثير من الأمور. ونعم، نحن أبطال وأنا فخور بكل لحظة، ولكن أمن أن مواجهة برشلونة كما هم الآن كانت ستصنع سيناريو مختلف تماما. وضاف: منذ بداية البطولة ونحن نراقب النتائج ونحلل خصومنا، كنا نستعد والريال والسيتي، لكن كلما تحدثنا بيننا كلاعبين كان اسم برشلونة يذكر. رغم غيابهم كنا نتابعهم وكنا نراهم وهم يتحولون لوحش كروي جديد. برشلونة هانز فليك ليس كالبورصة الذي مر بفترات انتقالية، أنه فريق من نار. وصل بالمار لمين جمال مذهل وبدري عبقري صلب، ولا أمن كل هذا لديهم مدرب يحسن استغلال كل موهبة ويفرز منظومة محكمة لا ترحم. فليقتنع فريقا لا يشبه نسخة سابقة من برشلونة. الفريق الحالي يلعب بجوع وبرغبة لا تصدق وبروج جماعية لم أرها منذ فترة طويلة. ربما يفهم البعض ما أقوله كنوع أن التواضع أو كتهرب من المسؤولية، لكن الحقيقة هي أني لا أقول هذا لتقليلا من إنجازنا، بل يرفع من شان فريق كان يستحق التواجد. البطولة كانت ناقصة بدونهم، لكن من وجهة نظرنا هذا النقص كان نعمة. وفي لفتة لا علاقة، الإعجاب من الكثير من الجماهير كان خصما قويا ولديه لاعبين من الطراز الأول. الريال دايما مرعب وسجلهم يشهد بذلك، لكن حتى بين هذه الأسماء الكبيرة أرى أن برشلونة لو تواجد لكان الإصعب. في ختام تصريحه واجه كول بالمر كلمات مباشرة لجماهير برشلونة: أنتم محظوظون بذلك ومحبطون، لأنكم لن تكونوا هنا وتفهم ذلك، لكن أعدكم النسخة القادمة ستكون مختلفة. أنتم تعودون ومع فريق أقوى من أي وقت مضى. وذا كتب لنا أن نلتقي في البطولة القادمة فاهلا بالمواجهة، لكن هذه المرة ستكون نحن من يحتاج إلى خطة خاصة لاحتوائهم. تصريحات كول بالمر لم تمر مرور الكرام. الصحف الكتالونية مثل سبورت والموندو ديبورتيفو إبرزت تصريحاته في الأولى تحت عنوان: نحن الغائب الحاضر حتى إبطال العالم يعترفون بقوتنا. أما الصحافة المدريدية فسارعت بالرد بعناوين ساخرة معتبرة أن يحاول خلق مبررات للتقليل من هيمنتهم. الجماهير البرشلونية: الحظ كان حليفنا، لان برشلونة لم يكن هنا.